السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. إذا كما شفنا في العنوان فمنسوب ديال السد ديال واد المخازن وصل لواحد القيمة اللي هي كبيرة عمره وصل ليها من قبل. إذا باقي واحد الحالة ديال الترقب والحذر كبير في المدينة ديال القصر الكبير ومازال الناس متخوفين. علاش؟ شنو السبب الرئيسي؟ هو سد وادي المخازن اللي قلنا اللي كاين فوق المدينة واللي وصل لمنسوب ملء خطير وغير مسبوق من نهار تبنى. إذا حسب المعطيات الرسمية اللي كتقول بأن منسوب الماء طلع غير في نهار واحد بحوالي متر كامل، وهذا الشيء كامل خلى نسبة الماء توصل لأكثر من 166%. ولكم أن تتصوروا دونك 166%، رقم كيخلع بصراحة. شنو تيعني هذا الشيء؟ تيعني أو هاد الأرقام كتعني أن السد ولا كيستقبل كميات كبيرة ديال المياه ومازال التدفق مستمر، وهذا اللي تيخلي الوضع حساس بزاف. المشرفين على السد كيقولوا أن الساعات والأيام القليلة المقبلة هي اللي غتكون حاسمة، يا إما يتحكم في الوضع يا إما تدخل المدينة في مرحلة صعيبة أخرى. وزيد على هذا الشيء راه متوقع اليوم تشهد عملية ديال التصريف التلقائي ديال السد ارتفاع كبير، وهذا التصريف إلا تزاد بزاف راه غيأثر مباشرة على واد اللوكوس والمناطق المجاورة ويقدر يرفع خطر الفيضانات في القصر الكبير. لهذا فالسلطات مازال رافعة درجة التأهب وكتطلب من المواطنين الحيطة والحذر، خصوصا اللي ساكنين في المناطق المنخفضة وقريبة من الواد، ولا ما نساو ضرورة تتبع البلاغات الرسمية وما نتهاونوش مع أي إنذار. إذا الوضع ماشي بسيط وكيحتاج وعي جماعي وتعاون من الجميع، حيث أي تطور مفاجئ ممكن يبدل الأمور في زمن قصير. وكما دائما نتمنى السلامة للجميع وتمر هذه الأزمة على خير. وشكرا على المتابعة، وأكرر ما تنسوناش من الدعم ديالكم والاشتراك في القناة باش نقدموا كل ما هو جديد. شكرا وإلى اللقاء.